يعني مثلا واحد نزل ديت موعد غرامي، مواعيد غراميه كتيره جدا جدا مع واحده، وانتهى بيهم المطاف ان هم اتجوزوا وخلفوا وعايشين حياه سعيده جدا. فايه بقى الراجل اهوت يعني ما طلعش بيتسلى ووقت الجد خلع والكلام ده كله، لا الراجل التزم واتجوز والدنيا جميله. هنا يا دي مغالطه الاحتكام للنتائج، يعني مش فكره ان النتائج كانت كويسه ان كل اللي سبق النتائج ديت كويس او صح او كان المفروض يحصل. يعني المقدمات الخاطئه قد تؤدي الى نتائج كويسه او جيده. ده طبعا يخلينا نفرح بالنتائج الكويسه، ولكن المفروض نعالج ونندم ونتوب عن المقدمات الخاطئه. يعني نقول لك الف مبروك وربنا يبارك لك وربنا يجعل حياتكم كلها سعيده، ولكن المفروض الانسان يعني يتوب عن الحاجات دي لانها كانت خاطئه، كانت حرام، يعني كانت حرام وستظل حرام. تمام؟ ففكره ان حرام 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 ادى الى حلال لا يجعل كل الحرام اللي قبل الحلال ده حلال. تمام؟ تمام يا ابن الحلال.